السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم غادي تكون الكريب بالشوكولا، كيجيو الصراحة بنان بزاف بزاف. غادي ندير لكم معاه واحد الصوص ديال الشوكولات اللي كتجي ساهلة بزاف بزاف واقتصادية. والمقادير ان شاء الله غادي نعطيها لكم مضبوطة بالنسبة للبنات اللي كيبغيو هكذا العبار ديال الكاس. فاليوم ان شاء الله غادي نلبي لكم الطلب ديالكم ونقول لكم نبداو على بركة الله، نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. وهنا اول حاجه كندير هي كناخذ واحد الاناء يكون هكذا كبير باش يعاودني في الخدمه، وغادي نجيب واحد الغريبي اللي يكون هكذا ولا صفايه، وغادي ندير فيه جوج ديال الكيسان بقياس كاس العنبه ديال الفورص ولا الدقيق الابيض، وغادي نغربلهم. ضروري باش تغربلوا البنات الدقيق ديالكم باش ما يعطيكمش دوك الحبيبات. وغادي نضيف ليه هنايا علبه ديال الياغورت. انا هنا كان عندي غير طبيعي فدرت طبيعي، اللي عندكم نكهه الفانيليا كيكون احسن. درت كيس ديال الفاني هنا ما كاملش، نص كاس ديال السنيده. كنديروا تقريبا نص كاس، وكنديروا قبيصه ديال الملح تقريبا واحد نص معلقه صغيره. هنايا البنات راني ضفت نص كاس ديال الكاكاو المر. ما عرفتش علاش ما تصورتش ليا المقطع. وتا هو بطبيعه الحال دزت هكذا غربلته مزيان مزيان، وضفت ليه هنايا جوج ديال البيضات والكاس الاول ديال الحليب. الحليب ما كيكون لا دافي لا حتى شي حاجه، كيكون عادي. وغادي نخلط هاد العناصر اللي عندي كلها ضروري من هاد المرحله عفوا البنات، باش نتفاداو ان تكون عندنا دوك الكتل ديال الدقيق. فكنخلطو مزيان مزيان، عاد كنبداو كنضيفو الكميه المتبقيه من السوائل ولا الحليب. هنا ضفت الكاس الثاني ديال الحليب وغادي نخلط مزيان. وهنا غادي ندوز باش نضيف الكاس الاخر. بغيتو تضيفوا الكميه كلها حليب لكم الاختيار، بغيتو ديروا في حليب. هنايا ضفت الكاس الاخير ضفتو ديال الماء حتى هو عادي اللي كيكون من روبيني، ما كيكون لا دافي لا حتى شي حاجه. وكنخلطوه مزيان مزيان. وهنا غادي نخليه يرتاح تقريبا واحد الساعه، يعني قد ما خليته يرتاح ما كاين حتى شي مشكل. تقدروا ديروه حتى ليله كامله وتخليوه في الثلاجه ولغد ليه الصباح هكذا تنوضوا في الصباح وطيبوه كذلك كيجي زوين. هنا سخنت واحد المقيله ودهنتها بواحد شويه ديال الزيت، كيف ما شفتوا درت الكميه شويه زايده فمسحتها. ضروري ما تخليوش فيها الزيت بزاف لانه ما غاديش يجيكم زوين في الطياب ديالو. ملي يكون هكذا كيطيب ما غاديش يتوزع لكم بطريقه متساويه كما كتشوفوا، وما غاديش يجيكم زوين. فردوا البال انكم ديروا غير مسيحه خفيفه هكا المقله، وكديروا فيها هكذا كميه كما كتشوفوا. راه كيعاوننا داك الخليط ملي كيكون شويه جاري، كيعاوننا هكذا في الخدمه. بالنسبه للخليط ديال الشوكولات ما تخافوش، راه غادي يبان لكم بلي راه طاب. كما كتشوفوا كيدير دوك الفقاعات وكيتبدلوا اللون ديالهم. ومن بين كل وحده وحده هكذا كندوز كندير كما قلت لكم مسيحه ديال الزيت اللي كتكون خفيفه بزاف بزاف. كلا ما لاحظتوا معايا باللي الخليط راه ما فيه لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. الصراحه كيجي بنين بزاف بزاف وكيجي هشيش وكيجي رطب. البنات غير جربوه، غادي يعجبكم بزاف وغادي تعتمدوا هاد الوصفه هذه. كما كتشوفوا كما قلت لكم راه كيبان لكم باللي راه طاب. كتخليوه هكذا واحد المده ديال هكذا غير كيبان لكم كينشف. راه الفيديو واضح كتنشف تماما، يعني ما كيبقاش الحس ديال العجينه. كنقلعوها هكذا دوك الجوانب وكنقلبوها على الجهه الثانيه حتى كطيب وكنحيدوها. وبطبيعه الحال كنحطوه في واحد الطبسيل وكنغطيوه باش يرجع له داك الصهد ديالو وتيرجع كيبقى لنا هكذا رطب. وكنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندي كلها. وغادي ندوز باش نحضر معكم الصلصه ديال الشوكولا اللي قلت لكم في اول الفيديو. لا بغيتو تشريوها ما كاين حتى شي مشكل، بغيتو تقدموه مع الفواكه والشونتيي حتى هي تقدروا ديروها كيجي بنين بزاف بزاف ولذيذ. بغيتو تقدموه مع شوكولا الدهن، شوكولاته الدهن اللي كتكون عاديه اللي كتستعملوها دائما تقدروا كذلك ديروها. يعني كاين واحد الكم كبير ديال الاختيارات اللي بغيتو ديروا فيه. يعني الا بغيتو ديروا كذلك الكونفيتور ديال اي نوع ديال الفواكه تقدروا ديروها ما كاين حتى شي مشكل.
فانا الصراحه لا انا لا وليداتي كيعجبنا هكذا لاصوص الشوكولاته. فغادي ندوز باش نحضروها. هنا تقريبا عندي واحد الكميه ديال 100 غرام ديال الشوكولاط. غادي نضيف ليها تقريبا نص كاس ديال الحليب اللي نكونوا سخناه من قبل مزيان مزيان. غادي نقطع داك الشوكولاط قد ما قطعته رقيق غادي يذوب لكم اسرع. وغادي نكب عليه داك الحليب وغادي ندخلو الميكرووند واحد 3 ديال 30 ثانيه عفوا. الا ما عندكمش غادي تحطوه فوق الكاسرونه وغادي تنقصوا عليه العافيه، تخليو على يعني العافيه تكون فتيله. وغادي تبقاو تحركوا فيه حتى يذوب. انا هنا خليته واحد 30 ثانيه هكذاك في الميكرووند. ومن بعد مني جبدته بقيت كنخلط فيه هكا كما كتشوفوا حتى انسجم ليا مزيان مزيان مع داك الحليب. وهنا ضفت ليه شوكولا ديال الدهن اللي عندكم اي نوع عندكم ضيفوه ما كاين حتى شي مشكل. غادي نضيف القياس ديال معلقه كبيره عامره وغادي نخلطو كذلك مزيان مزيان حتى كينسجم ليا مع داك الخليط ديال الشوكولاته والحليب. وكما كتشوفوا راه كيعقد وكيجي زوين بزاف ومازال غادي يعقد ما حتى هو كيبرد وهو كيعقد. يعني كما كتشوفوا كتجي القوام ديالو زوين بزاف بزاف. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. انا اختاريت باش نقدمه بهذه الطريقه هذه يعني سامبل عادي. الا بغيتو ديروا فيه الفواكه الموز ولا التفاح هكذا ديروه كراميليزي ولا يعني اي نوع ديال الفواكه راه صراحه كيجي معاه زوين بزاف بزاف. وصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم الى وصلتوا حتى لهاد النقطه هذه. كنقول لكم شكرا لمشاهده الفيديو الاخير. الا كنتو باقي ما اشتركتوش مرحبا بكم معايا وما تنسونيش من التعاليق ديالكم اللي كتحفزني. ومع السلامه الى اللقاء فيديو جديد وصفه جديده.